تستأنف غدا البطولة العربية لكرة القدم، حيث يلتقي الفيصل الأردني مع نصر حسين داي الجزائري في 6 مساء، ويلعب الأهلي مع الوحدة الإماراتي في تمام 9 مساء. وفي الكأس الدولية للأبطال تغلب إنتر ميلان الإيطالي على ليون الفرنسي بهدف دون مقابل. سيطر الفريق الإيطالي على مجريات المباراة، وأضاع اللاعبون عدة فرص خطيرة كانت كفيلة بخروج إنتر متقدما في الشوط الأول، حتى جاءت الدقيقة 74 وسجل ستيفان يوفيتيتش هدف الفوز لإنتر ميلان. وكان مانشستر يونايتد قد تغلب على ريال مدريد بواقع 2-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. تقدم المانيو بهدف خيسيه لينغارد في الدقيقة 45، بعدها تعادل كاسيميرو للريال في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء التي حسمها مانشستر يونايتد بقيادة مورينيو لصالحه. وفي الكأس الذهبية تأهل منتخب جامايكا لنهائي البطولة بعد فوزه على المكسيك بهدف دون مقابل. سجل كيمور لورينس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي. وستلتقي جامايكا مع الولايات المتحدة في النهائي يوم الأربعاء المقبل. تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع المدافع بنيامين مندي من موناكو لمدة 5 مواسم. تألق مندي البالغ من العمر 23 عاما مع موناكو الموسم الماضي، وشارك في 39 مباراة بجميع البطولات ليساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الفرنسي والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. يعد اللاعب الفرنسي هو ثالث صفقة دفاعية للسيتي بقيادة بيب غوارديولا خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد التعاقد مع كايل ووكر من توتنهام ودانييلو من ريال مدريد.